السلام عليكم خوتي خواتاتي في كويزين دو شيف حليمه. اليوم ان شاء الله حنديرو جواز تاع بطاطا بالقرنون. تقدروا ديروه بلي فياند كيما تقدروا ديروه سون فياند. انا كان عندي شويه بولي درتو وتوما كيما حبيتو. دوك ما نطولش عليكم، دوك نروحو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. مشاهده طيبه. هادو هما المقادير اللي رانا رايحين نحتاجوهم في الجواز تاع البطاطا بالقرنون. هنايا عندنا بولي كيما راكم تشوفوا. انا كان عندي الجناحتين درتهم وانتم تقدروا تستغناو عليهم الا ما كانش كاين. هنا عندنا قرنون، ديجا درت لكم حصه خاصه كيفاش نقشروا فيها القرنون. الكميه كيما حبيتوا. هنا تاني عندنا البطاطا مقشره ومقطعه كيما راكم تشوفوا، حبات خشان، وتالي الكميه كيما حبيتو. عندنا هنا حفنه تاع حميصه طيبه نص طياب، تاني الكميه كيما حبيتو. عندنا هنا حبه بصله متوسطه، انا خيرت تاع الرقبي. وهنا عندنا زوج سنينات تاع الثوم، عندنا نص مغرف صغيره تاع سكنجبير، عندنا نص مغرف صغيره فلفل كحل، وعندنا 4 عود قرفه. هادو هما اللي رانا رايحين نحتاجوهم. دوك نشوفوا طريقه التحضير. هنا في المرحله الاولى في طريقه التحضير نجيبوا البصل تاعنا، نقطعوها ونحطوها في الطاس تاع البغا ميكسور كيما راكم تشوفوا. نقطعوها كامل يعني باش تعاوننا كي نلحوها بالخف. وانايا صراحه نحب كيما راكم تشوفوا فيا وكيما تعودتوا عليا، نحب انا دائما نميكسي البصل والثوم، ما نحبش نسكرفجهم. الحاجه الاولى يضيعوا لي الوقت، والدوزيام انا ما نحبش البصل تبان في لاصوص يعني تاع المرقه اللي نديرها. فوالا نكملوا هكا حتى نقطعوهم كامل هكا. كملنا كامل البصل، نزيدوا معاها زوج سنينات تاع الثوم، نحيت لها هذاك الروشي من الدخلاني، وزدنا معاها لي زيبيس تاعنا اللي هي السكنجبير والفلفل الكحل، ونزيد لهم حوالي فنجان صغير تاع الماء يعني باش يتميكساو بيان هكا كيما راكم تشوفوا. ونميكسيوهم كامل بالبغا حتى يترحوا كامل ويخرجوا لنا بهاد النتيجه كيما راكم تشوفوا. هنايا هذه هي النتيجه اللي رانا رايحين نتحصلوا عليها. دوك هنايا نروحوا نجيبوا طنيجره تاعنا هكا، درنا فيها حوالي 3 حتى ل 4 مغارف كبار تاع زيت. بون حطينا عليها هذه كامل الميلونج اللي درناه، ونحطو هنايا اللي حب يدير لي فياند يحط هنايا اللحم ولا الدجاج ولا واش درتو. كيما انا قلت لكم هنا درت الجناحتين على جال باش يطلقوا غير البنه برك، واللي ما عندهاش تقدروا تستغناو عليهم. هنايا نخلطوهم كامل باش يتنكهوا من بعضاهم. تقدروا تخلوا هذا الميلونج يتنقع من بعد باش تحطوه فوق النار. هنايا كي نجو نحطوه فوق النار نحطوه على نار هاديه يعني نحطوه ابتي فو. نزيدوا له 4 عود قرفه، ونزيدوا له الحفنه تاع الحميصه اللي هي طايبه مسبقا يعني طايبه قولي واحد 75% هكاك. ونقلوهم دائما على نار هاديه، كل ما تقليها مليح تعطي لك بنه شابه. فوالا ومام الحميصه كي تتقلى في الديبي تعطيكم بنه بزاف شابه. فوالا شوفوا هنا كي تقلات حنا واش فهمتكم. قلنا الحاجه باش نعرف بلي راهي تقلات كي نشوف الزيت طلع للفوق، كي نشوف الزيت طلع لي للفوق ومام لي فياند تاعي اللون تاعهم كامل تبدل، هنا نعرف بلي سي بون راه الحاجه اللي درناها راهي كامل تقلات. حنا في هذه المرحله ضفنا لها البطاطا كيما راكم تشوفوا، نقلوها غير شويه معاهم وباش نمرقوا بالماء اللي يكون سخون. هاوليك لازم الماء يكون سخون. وما تنسوش الملح، انا نسيته ودرته مع الاخر مي معليش. هاوليك هنايا بعد ما شفت البطاطا تاعي بدا يدخلها طياب ماشي حتى طيب، كي يبدا يدخلها طياب نستفوا القرنون. وما لاصوص تاعنا مازال ما شربتش مليح، نستفوا القرنون غير من الفوق يعني ما نحركوش هكذا حتى نستفوه كامل من الفوق في الوجه هاك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1
نغطيو عليه ونخلوه على نار هادية حتى تنقص لاصوص منه وطيب لنا كامل الخضرة. هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. شوفوا لاصوص كيفاش نقصت والخضرة مازالت هي. ها وليك في صحن التقديم. شوفوا الخضرة يعني القرنول ما تكسرش، البطاطا ما تعجنتش، كل حاجة راهي لاباس، وحتى بلاصوص تاعنا جات ثقيلة ما جاتش مايهة. فوالا هذه هي. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، شهيتكم بها ان شاء الله في الجنة ان شاء الله. وكما شفتوا ما فيهاش خطوات معقدة ولا لي زانغريديون زعما حاجة كومبليكي ولا. ان شاء الله تجربوها وكما قلت لكم وتنجحوا فيها. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم اللي راكم جدد معنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتدعيم القناة بالجام. والسلام عليكم.